انا ويسترب مدرب الاهلي نفس الكواليتي الفكر التدريبي، انا وهو ما عندناش فكره. ده مش مدرب يا جدعان، انا صوتي اتنبح من 4 5 شهور، ده مش مدرب للاهلي، ده لا يصلح لاي فرقه توب. انا صوتي اتنبح من الدفاع العالي، من الدفاع الطاير، مش احنا، مش الاهلي، مش الكوره في مصر. وقلت هنيجي اخر الموسم هنحاسب على مشاريب اللي بيحصل ده كله، ودينا في اخر الموسم لا كاس ولا افريقيا و99% ولا دوري. انا مش فاهم بقى ليه الخطيب لحد دلوقتي ما رنش عليا وقال لي ان انا اروح ادرب الفرقه دي من بكره. الراجل ده بياخد 200,000 دولار، انا هاخد 200,000 جنيه زيزاوي، كده كده فلوس ملهاش لازمه، زيها زي مستوى زيزو، ما فرقتش كتير يعني. ادوني فرصتي اجرب. على فكره احنا كده وصلنا 25 واحد بيدعموني ان انا ادرب، اكتر من اللي بيدعموا تروب. انا الناس اللي بتدعمني ان انا ادرب الاهلي على القهوه اكتر من الناس اللي بتدعم تروب كتير. لا يصح الا الصحيح في الكوره، الكوره ما هياش عافيه وما هياش ارقام وفلوس وتك تك تك تك. الكوره دي ثوابت اتعلمناها في اداره الاهلي، كواليتي لعيبه، مدرب عالي، سيستم، اداره، اوضه لبس مستقره، اوضه لبس 100 100. ولا الحاجه، الاهلي ناقش تجربه الزمالك بتاعه السنين اللي فاتت وكأن مرتضى منصور هو اللي بيدير النادي الاهلي. لو قلت لي ان مرتضى منصور بيدير النادي الاهلي هقول لك 10 على 10 مظبوط. هو نفس اوضه اللبس اللي بايظه، صفقات من تحت الترابيزه، ندي فلوس لده وفلوس لده ونحايل ده ونطبطب على ده ونشيل الموسم ونمشي مدرب ونجيب مدرب ونجيب 10 لعيبه. يا جدعان ده مش الاهلي خالص، ده حد يدور لنا بس على اهلي كده نشجعه. انا يعني على الحلوه والمره معاه لما يكون الاهلي بيلعب، لكن ده مش الاهلي. هو التيشيرت بتاع الاهلي، لكن لا اداره الاهلي ولا لعيبه للاهلي ولا سيستم للاهلي ولا حتى روح التيشيرت اللي هم لابسينه للاهلي. يعني كان الله في عوننا، احنا اللي بنحاسب على هبل الاداره.